السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة جيلي المانجا. زي ما انتوا شايفين شكله رائع وطعمه جميل جدا، وبمانجاية واحدة هنعمل أجمل جيلي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، ويلا نشوف الطريقة. هكون محضرة كوباية ونص مية، كوباية مانجا. هجيب مانجاية كبيرة هقشرها وأقطعها مكعبات ما يعادل كوباية، وتلات ارباع كوباية سكر، ومعلقتين كبار جيلاتين بودر. هنزل بالمانجا في الخلاط وهضيف عليها السكر، وهبتدي اضرب المانجا مع السكر كويس في الخلاط بحيث ان ميبقاش فيه اي تكتلات. ولو احتاجتي انك انت تضيفي شوية مية صغيرين علشان الخلاط يضرب معاكي مفيش مشكلة، اهم حاجة انك تضربيها كويس وميبقاش فيها اي تكتلات. بعد ما ضربت المانجا والسكر كويس هبتدي انزل بيها في الكسرونة واحطها على البوتاجاز، وهولع عليها البوتاجاز وهسيبها تغلي. واهم حاجة انك انت تكوني متابعاها وهي على البوتاجاز، كل شوية تقلبي فيها. كده خلاص ابتدت تغلي، هقلبها واسيبها لمدة دقيقة على النار. وتكوني متابعة تقلبها كل شوية. وهبتدي اضيف كوباية ونص مية واقلبهم مع بعض كويس. وهسيبها على البوتاجاز لغاية ما تغلي. ابتدت تغلي، هبتدي انزل بالجيلاتين. وانا بنزل بالجيلاتين بقلب في نفس الوقت بالايد التانية علشان الجيلاتين ما يكتلش، واستمر في التقليب لغاية ما الجيلاتين يدوب. الجيلاتين كده داب، هطفي عليه النار وهسيبه في الكسرونة لغاية ما حرارته تهدى. بعد ما حرارة المانجا هديت هبتدي اصفيه علشان لو في اي جيلاتين ما دابش معايا في المانجا نحجزه في المصفى. وبالمعلقة ابتدي اصفيه، هقلب فيه لغاية ما يتبقى معايا التكتلات البسيطة من الجيلاتين. وهتخلص من بقية الجيلاتين اللي ما دابش معايا في المانجا. جيلي المانجا كده بقى جاهز، ما فيهوش اي تكتلات. هبتدي احطه في الكسرونة علشان اقدر احطه في الكاسات. الجميل في جيلي المانجا دوت ان هو ما فيهوش اي مواد حافظة، وما فيهوش اي مواد صناعية، ولا لون صناعي ولا طعم صناعي، كله طبيعي. يا ريت فعلا انكم تعملوه لانه فعلا مفيد وطعمه جميل جدا، لانها مانجا طبيعية. المانجاية الواحدة هتديكي 4 كاسات الخاصة بالجيلي، وممكن تضاعفي الكمية زي ما انت عايزة، وطبعا هتضاعفي المقادير. وهنحطه في التلاجة علشان يجمد. وده شكل الجيلي بعد ما حطيته في التلاجة وجامد. شايفين شكله عامل ازاي؟ متماسك وبقى جامد. وعشان اقلب كاس الجيلي عشان ياخد الشكل الجميل بتاع قالب الجيلي، هبتدي اجيب مية سخنة وهحطه بس لمدة ثواني، وبعد كده اطلعه من المية واقلبه في الطبق. وده شكله بعد ما قلبناه من القالب. وهنبتدي نزينه بالفواكه المسكرة. شكله جميل جدا ومتماسك، ويلا بينا نقدمه. ويا رب جيلي المانجا يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك.